يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن واحد من أشهر أفلام السينما المصرية، ويعتبر من أجرأ أفلام النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، واللي اتصنف على إنه فيلم للكبار فقط بسبب أحداثه الجريئة. عاوزين تعرفوا هو فيلم إيه ومين أبطاله وإيه تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن فيلم التخشيبة، والفيلم ده من بطولة النجمة الكبيرة نبيلة عبيد والنجم سعيد عبد الغني وأحمد زكي وحمدي الوزير ووحيد سيف. بتدور أحداث الفيلم حوالين طبيبة ناجحة وملتزمة اسمها أمال، واللي بتقوم بدورها النجمة نبيلة عبيد، متجوزة من رجل أعمال كبير واللي بيجسد شخصيته الفنان سعيد عبد الغني. في يوم وهي راجعة من شغلها بعربيتها بتتعرض لمضايقات من بعض الشباب التالف، فبتعمل حادثة وبتخبط عربية تانية بيسوقها وحيد سيف وبيتصاب في راسه، وبينزل من عربيته ويتخانق معاها، فبتضربه بالقلم وبيروحوا على قسم الشرطة، وبتوكل المحامي أحمد زكي للدفاع عنها، وفعلا بينجح انه يخلي وحيد سيف يتنازل. لكن بتكتشف امال انها مطلوبة على ذمة قضية تانية، وهي سرقة فلوس كمال او حمدي الوزير. هو شاب فاسد خسر فلوسه في لعبة القمار، واتهمها زور بسرقة امواله، وبيتخلى عنها جوزها واخوها، فبتنتقم من كمال وبتقوم بخطفه وتعذيبه، لكن بيتخلص من قيوده وبيعتدي عليها، وبتدافع عن نفسها وبتطعنه بسكين، وبتتصاعد الأحداث في هذا السياق.